عارف احنا بنتخانق ليه؟ علشان صوتي الالكتروني. انت بتفهم صوتي الالكتروني غلط. يعني انا بقول لا براحتك اللي انت عايزه بالصوت ده، لكن انت بتقراها بصوتي الالكتروني اللي في مخك لا براحتك اللي انت عايزه. ثم انا لو عايزه اقول لك ان انا مقموصه هبعت لك قلبين حمر مش 4. انما بقى لو بعت لك قلب احمر عادي مش الاحمر الغامق، اعرف ان قبولك عندي 0. وده يودينا لاهم سؤال، هو انا بالنسبه لك ايه؟ انا ما كدبتش عليكي، انا من الاول قايل لك ان انا مجرد سيتويشن شيب. ايوه يعني تيجي تخطبني امتى يا جماعه؟ هو يعني ايه سيتويشن شيب؟ يعني هو دلوقتي بيحبني ولا بيحبني؟ يعني سابني ولا لسه؟ هل الانسان بيرتبط علشان يعيش ولا عايش علشان يرتبط؟ زمان قوي كان الانسان بيرتبط علشان يعيش، انت بترتبط علشان تخلف، ودي معادله واضحه وصريحه. ولما الانسان ضمن البقاء وافتكر انه سيطر على الطبيعه الام لما بنى بيت هنا ومصنع هناك، حس ان الارتباط علشان التكاثر ده يعمل حمار الوحش عادي، مش كينج السلسله الغذائيه الانسان. علشان كده شرط الارتباط او الجواز بالحب، ودي معادله صعبه وفيها عوامل كتير. خازوق رقم 1، عامل اكس بتحب عامل واي. حلو بس مش حلو قوي. هما مع الاسف LDR، ربنا يعافينا، لونج ديستانس ريليشن شيب. هي من المنصوره وهو من اكتوبر. فركش. خازوق رقم 2، واي بتحب اكس. حلو بس الحلو ما يكملش، علشان واي اكتشف ان اكس واخدها ريباوند، مصاحبها علشان ينسى صاحبته اللي كانت اول حب في حياته ومش عارف ينساها، فللاسف برضه فركش. خازوق رقم 3، فيرست ريليشن شيب. كالعاده واي بتحب اكس كما هو واضح قدامنا. حلو بس مش حلو قوي. اكس وواي الاتنين مراهقين والاتنين شخصيتهم بتتغير، ولما يكبروا هيكتشفوا ان هما ما ينفعش يكملوا مع بعض. بس الحب الاول ما بيتنسيش، وده اللي بيخلي الطرفين يلجأوا خازوق رقم 4، recommended relationship، جواز الصالونات. يعني اكس وواي ما يعرفوش بعض بس اصحابهم او اهلهم يعرفوا بعض، فيقرروا ان اكس وواي يتعرفوا على بعض. حلو، نفسك تسمع ان هي هتمشي والفرحه هتدخل التاكس، بس مش هيحصل. واكس صاحبته القديمه زومبت هيم لانها رجعت تظهر في حياته تاني من ساعه ما عرفت انه خطب، فهو هيروح يعمل لواي جوستنج ويختفي من العلاقه فجاه بدون سبب واضح. خازوق رقم 5، واي بتحب اكس بس دي open relationship. حلو بس مش حلو قوي، علشان واي شايف ان الجواز مؤسسه فاشله، وليه الانسان يبقى في علاقه واحده؟ ما خير ربنا كتير. اكس علشان بتحبه فكرت ان هي هتقدر تستحمل شكل العلاقه دي، بس للاسف اكس ما قدرتش تستحمل ان واي يبقى في علاقات عاطفيه تانية. واي قال لها انت تقليديه وعاديه وانا مش ماتيريال هاسبند، انت تستاهلي حد احسن مني بكتير، فبرضه فركش. خازوق رقم 6، كنترول ريليشن شيب. واي بتحب اكس. حلو، خد المفاجأة دي، مش حلوة قوي. واي كانت خارجة من علاقة ملهاش ملامح وما كانتش عارفة هو بيحبها ولا لا، لأنه ما كانش مهتم بتفاصيلها. ولما قابلت اكس لقيته بيسأل عن كل تفاصيل حياتها، كلتي شربتي نمتي روحتي، فهي حبت الاهتمام ده وفكرت انه هو ده. لكن مع الوقت واي اكتشفت ان اكس مريض بالتحكم، فتحولت الأسئلة، اللي انت لابساه ده؟ مين صحابك دول؟ اتأخرتي ليه؟ والاهتمام اللي حبته بدأت تتخنق منه. القرف ده. فركش. خازوق رقم 7، ذا فريند. واي بتحب اكس. حلو بس طلعوا بيحبوا بعض حب صحاب، بيخافوا على بعض، بيسألوا على بعض، بس ده مش حلو قوي، علشان واي بدأت تكاتش فيلينجز لاكس، واكس بيكاتش كدر في القالولو ومش عارف انها بتحبه، او عارف وعامل عبيط علشان مش عايز يخسرها. مع الوقت واي بتتعب من العلاقه المرهقه دي، لان اكس بيدخل في علاقات عاطفيه وقلبه بيتكسر ومش بيلاقي حد يقف جنبه غيرها، وكسرة القلب بتخلي الإنسان يترمي في حضن أول حد يطبطب عليه. أيوة واي. وبمجرد ما يبقى إكس كويس بيدخل في علاقة تانية فينكسر قلبه تاني وهي تطبطب تاني، لحد ما واي تقرر إنه لا كفايه. فركش. اكس بتحب واي وواي بيحب اكس. ايه ده؟ جامد. حلو. الاتنين مروا بتجارب كتير، الاتنين عارفين عيوبهم كويس، الاتنين متفقين انها لو مش سهله فهي مش مستاهله. علشان كده امسك نفسك بقى في اللي جاي ده، هيكملوا مع بعض. The one and only. الحب زمان كان اسهل، بس الوصول للي بتحبه كان اصعب. لكن دلوقتي الحب اصعب رغم انك ممكن توصل اللي بتحبه في اي وقت. فيس تايم، واتساب، ماسنجر. زمان كانوا بيبعتوا جوابات والجواب الواحد بيوصل في اسبوع. عزيزتي ليلى عامله ايه؟
جواب ليلى: الحمد لله. هل الانسان بيحب الصعوبات؟ ما هي سالكه قدامك اهي يا حبيبي، هتكون وفرحني. لا اسف، صعبها عليا عشان انا بحب ضيق التنفس. قيس وليلى كانوا بيحاربوا القبيله، انت لا عندك قبيله ولا بتعرف تحارب يا جماعه. لو مش سهله فهي مش مستاهله خالص. قولوا لي بقى انتوا في اي خازوق من الخوازيق السبعه دول؟